السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات. في الفيديو تاعنا راح نديروا روبه يعني خفيفه ظريفه كما نقولوا. تحتاجوا هنا القماش كراب كراش، راهو انواع كثيره البنات تاع الكرز يعني تحبوا ديروها. انا عندي هذا هنايا كما راكم تشوفوا فيه الورد. استعملت حوالي متر هنايا. العمر دير 3 سنين يعني حتى 4 سنين تلبسها عادي لانها ستوندار. تحتاجوا قطعتين هنا البنات فوق بعضهم كما راكم تشوفوا. الطول تاع القطعه هو الطول درت فيها 40 سنتيم. اما بالنسبه للعرض راهو حسب انت واش راكي حابه الكشكشه، كل ما يزيد العمر كل ما تزيد الكشكشه اكثر. هنا 55 يعني على 40 القطعه للامام، و55 على 40 قطعه للخلف، هكذا البنات. وكل ما يعني نقول لكم زيدوا في القماش راح نديروا لها كشكشه من الاسفل. الكشكشه دائما تكون الدوبل تاع القطعه هذيك. انا فيها هنايا حوالي متر. حطيتها الجهه هذه اللي منا في الامام متر على 9 سنتيم ومتر على 9 سنتيم يعني للخلف. تما عندي قطعتين تنحيهم اكيد من الطول تاع القماش تاعكم، والا ما كانش عادي تقدروا تخيطوا قطعتين في بعضهم. هنا عندي القطعه هذه اللي راح ندير بها الكشكشه. اللي موش تاعنا فيها 9 سنتيم والطول تاعها فيها حوالي 41 سنتيم. راح نديروا بها كشكشه يعني مع البروتال تاع الدرعين تاعنا. هنا كما راكم تشوفوا راني تخلطت شويه. هنايا ها البروتال واش راح يكون فيه حوالي 23 سنتيم على 6 سنتيم. كما تقدري ديريها على 8 سنتيم، هي من الاحسن يعني 6 باه تجيكم رقيقه خير وخير، واللي تحبها عريضه تزيد اكثر. المهم البنات هنا جبت القطعه الاولى راح نعمل فيها عطفه هكذا. العطفه راح تكون شويه عريضه. من الاحسن هنا البنات تستعملوا لاستيك تاع 3 سنتيم 2 سنتيم وديروا كفه اعرض يعني. لانه البها تاع الروبه كامل في لاستيك. انا لاستيك كان متوفر عندي غير هذا الرقيق يعني، على بها جاتني شويه صغيره. هنا تعملوا هذيك العطفه في الاعلى كما شفتوني، وزيد نعملوا عطفه ثانيه حق لاستيك. مثلا لاستيك تاعك العرض تاعو 1 سنتيم كما تاعي راح نديروها 1. تعملوا الخياطه الثانيه على بعد 1 سنتيم. اذا كان لاستيك تاعك تاع 2 سنتيم تاع 3 سنتيم تخلي الحق تاعو هكذا بالطريقه هذه البنات، وتخيطوا على الجهه العلويه. بهذاك المكان ندخلوا فيه لاستيك. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هنا البنات بعد ما خيطتها يعني دخلت فيها لاستيك تاعنا. لاستيك كانت فيه في الطول تاعو كان فيه 25 سنتيم البنات. ديروا 25 سنتيم وتدخلوه الداخل يعني هكذا. هنا جبت القطعتين اللي راح ندير بهم كشكشه. اكيد نعملوا لهم عطفه من الاسفل وندخلوا نديروا فيهم كشكشه باليد او بالماكينه يعني كما تحبوا تكبروا الغرزه تاعكم وتخدموا الكشكشه. المهم لازم نديروا لهم عطفه من الاسفل يعني. مام هذوك اللي راح نديرهم يعني لي موش تاعنا درت لهم الشكل هذاك اللي راني نديرو معكم بزاف في الروب تاع الصيف. درتهم جايين هكذا مدورين كم الفراشه هكذا، ودرت لهم عطفه. هنا كما راكم تشوفوا تحطوا الكشكشه تاعكم الوجه مع الوجه وتخيطوا بالنسبه للامام وبالنسبه للخلف كذلك. راني نوري يعني في الخطوات للمبتدئين. راهم يقولوا لي ركزينا على كل الخطوات باه نفهمهم. اما اللي تكون على بالها يعني البنات فوتوا الفيديو رانا نسعفوا بعضنا احسن. المهم البنات هنا القطعه اللي قلت لكم ديروا فيها 8 او 6 سنتيم دخلتها هكذا بالحديد. نيت منها حوالي 2 سنتيم ومنها 2 سنتيم، ورايحين ندخلوا فيها الكم تاعنا اللي كنا درنا فيه كشكشه ودرنا له عطفه من الجانب. تبان لكم هكذا البنات صعيبه، لكن كي تحطوها على الماشينه راح تجي سهله خلاص، بالاخص اذا استعملتوا يعني الحديد. هكذا البنات بعد ما خيطتهم جبت تاعنا الجزء السفلي هذا تنيته على 2، عينت المنتصف تاعو هكذا بالطريقه هذه البنات. راني نعتلكم كنت قادره ندير يعني نقاط برك بالقلم، لكن حبيت نعتلكم باه تفهموا. من المنتصف رايحين ديروا فتحه الرقبه تاعكم. مثلا فتحه الرقبه تاع الابنه تاعكم 5 سنتيم ديري 5. مثلا فتحه الرقبه 7 سنتيم، طفله كبيره ما شاء الله ديري 7 منا،
و7 منا. من المنتصف راح تعيني نقطتين، هذا من نقطتين راهم يشكلوا فتحة الرقبة. ان شاء الله تكونوا فهمتوني البنات. ماشي يعني دوك درت انا هنايا 6، انتي في العمر كبير زيدي تروحي ديري 6، ولا في عمر صغير تاع عام زيدي لا البنات، هذه راهي خاصة بفتحة الرقبة. ان شاء الله تكونوا فهمتوني وصلت الفكرة. بالطريقة هذه درت 6 على جهة اليمين وحطيت البروتال، وزيد درت 6 على جهة اليسار وحطيت البروتال تاعي، ثبتهم بإيبانجل ونروح نخيط مباشرة. من الأحسن أنكم تحكموا شوية يعني من هذاك الكم باه تجيكم يعني عريضة شوية. هكذا ثبتوا الأمام والخلف، تعملوا لهم خياطة تثبيتية يعني لأنهم هما اللي شادين الموديل بالطريقة هذه البنات. وتسكروا الروبة تاعكم يعني وتكونوا كملتوها، يعني راهي تليق كمشروع تجيكم ما شاء الله البنات. ربي يعينكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله. هذا هو البنات الشكل النهائي تاعها. تخرج يعني ما شاء الله وتليق كمشروع بامتياز. وهنا كبروا لاستيك فقط البنات، انا درت لاستيك صغير. هنا البنات انتظروني في الموديلات القادمه، يعني ان شاء الله راح نلبي كامل الطلبات تاعكم، وان شاء الله كامل تلبسوا لولادكم من يعني خياطتكم. نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله.